انا كراجل اهلاوي وبحب النادي الاهلي وبحب الكره المصريه عموما، طول عمري بستغرب اسال نفسي ليه النادي الاهلي ما يكونش ليه استاد خاص بيه زي الانديه الاوروبيه نلعب فيه، والنادي الاهلي يبقى عنده استاد خاص بيه، ونادي الزمالك وما اشوفش النادي الاهلي كل يوم بيعمل خناقه بتاعه هلعب على استاد السلام ولا هلعب على استاد القاهره ولا استاد برج العرب. نفس الكلام نادي الزمالك. ليه ما بشوفش الانديه المصريه عندهم استاد خاص بيها؟ لو جيت شفت الانديه الكبيره في اوروبا هتلاقي تشيلسي عنده الستانفورد بريدج، هتلاقي الاتحاد استاد مانشستر سيتي، هتلاقي استاد الامارات لارسنال، هتلاقي الاولد ترافورد لمانشستر يونايتد، هتلاقي السانتياغو برنابيو لريال مدريد، الكامب نو لبرشلونه، الاريانز ارينا البايرن، هتلاقي استاد باريس سان جيرمان. هتلاقي انديه كتيره كل الانديه عندها استادات خاصه بيها، وده بيحقق لها دخل وربح يعني سنوي، يعني ممكن يخلي الانديه دي انديه غنيه. زي مثلا الملاعب اللي كانت موجوده في قطر، ملاعب من غير تراك. حلم حياتي اشوف النادي الاهلي عنده ملعب من غير تراك